في حاجات لو مخوفاكي ونطقتي بيها انت كده بدأت تنفذيها، مش بتحذري منها. ما تتكلميش عن الحاجة اللي خايفة منها قدام شخص هو نفسه خايف يعملها. ليه؟ لأن عقل الإنسان مش بيفهم الكلام كنصيحة، هو بيفهمه كسيناريو مطروح للتنفيذ. ما تذكريش الخيانة لجوزك، ما تعيديش على خطيبك فكرة الانفصال، ما تقوليش لشريك حياتك أنا حاسة أنك ممكن تسيبني، لأنك كده مش بتحمي العلاقة، انت بتقدمي له فكرة جاهزة ومبرر نفسي مسبق. يعني لما تقولي لجوزك أنا عارفة أني مش جميلة، انت مستنية تطمني، لكن اللي بيحصل جوه عقله مختلف. عقله بياخد المعلومة كحقيقة مسلمة ويبدأ يعاملك على أساسها حتى لو عمره ما فكر فيها قبل كده. الإنسان بيتعامل معانا على حسب الصورة اللي احنا رسمناها لنفسنا قدامه. انت مش محتاجة تغيري حد، انت محتاجة بس تنتبهي للكلام اللي بتزرعيه في وعيهم. مش كل خوف يتحكي، مش كل فكرة تتقال، وفي أوقات الصمت بيبقى أذكى من 1000 شكوى. لو خايفة من حاجة ما تزرعيش بذرتها بإيدك،